باش ان شاء الله ننطلقوا في الشوط الثاني اللي غادي يضم 100 قصر وقصبه ان شاء الله، لان هذا مورد اللي خصنا نحافظوا عليه، واليوم النتيجه تتبين بان برنامجنا ناجح. قامت الوزاره بزياره في جهه درعا تافيلالت اللي ضمت 3 الأقاليم: ورزازات ثم تنغير ثم زاكورا فين تتواجدوا اليوم. هذه الزيارة حقيقة تبنت على 4 المحاور الأساسية. المحور الأول واللي كان أساسي هي المواكبة ديال تقدم الأشغال في المناطق المتضررة بالزلزال، واللي هذه الأشغال الحمد لله وصلت 86% ديال الزيادة، باقي 400 ديال المنازل اللي ما تعاودش فيهم البناء، واللي حاليا اللجنه تشتغل مع السلطات المحليه والمصالح الخارجيه باش في هذه السنه ان شاء الله ينتهوا جميع الاشغال داخل اقليم ورزازات. كذلك تتهم سياسه المدينه والتاهيل الحضري اللي توقعوا 5 اتفاقيات، واحد المبلغ اجمالي تاع اتفاقيه تاع 760 مليون درهم، واللي تتساهم الوزاره ديالنا 310 مليون درهم في الاحياء الناقصه التجهيز. وكذلك الموضوع الاساسي ديال القصور والقصبات اللي باقي واحد المجموعه تاع الساكنه ساكنه في القصور والقصبات داخل جهه درعا تافيلالت، واللي كمل الشطر الاول اللي فيه 22 قصر وقصبات. غادي ان شاء الله نعطيو انطلاقه للشطر الثاني انطلاقا من الراشديه باش نفتحوا واحد الصفحه جديده اللي غادي تضم فوق من 100 قصر وقصبات، واللي هو منتظر من طرف الساكنه. كاع هاد البرامج كلها الدور ديالها هي تحسين ظروف عيش الساكنه ديال واحد الجهه اللي مع الاسف المؤشرات ديالها تتبين بان باقي كاين واحد النقص في البنيه التحتيه وكاين واحد الهشاشه. وهاد الاوراش المهمه والمبالغ المهمه اللي خصها الوزاره باش تحسن ظروف وتساهم في تحسين ظروف عيش الساكنه ديال هاد الاقاليم اللي زرنا. كاين كذلك المحور الرابع اللي مشينا زرنا واحد المشروع اساسي في دعم السكن، واللي كي تتعرفوا المقاولين تاع القطاع الخاص مع الاسف ما زعموش بزاف في هذه الجهه، وهذا هو الدور ديال مؤسسات العمران. مؤسسات العمران تتمشي في المناطق اللي القطاع الخاص ما تيمشيش، وداك الشيء علاش عطينا انطلاقه تاع واحد البرنامج ديال فوق من 1000 وحده داخل هذه الجهه اللي غادي تقوم بها مؤسسات العمران، واللي 65% من هذه الوحدات كلهم قل من 300 ألف درهم، واللي موجهه المواطنات والمواطنين ذوي الدخل المحدود، ولكن كذلك الطبقه المتوسطه. وهذه الاوراش كلهم راه متكامله ما بين سياسه المدينه والتاهيل الحضري. ما تيضمش هذا البرنامج فقط المظال الحضري، بل كذلك الجماعات القرويه، و37 جماعه قرويه اللي استفدت في هذا البرنامج اللي جينا، بالاضافه الى 14 الجماعه اللي كان في سنه 2023 وقعنا اتفاقيات معهم اللي تزادوا على هاد 37 جماعه، واللي ان شاء الله غادي يخلقوا واحد الديناميه جديده اللي غادي ترضي الساكنه ديال هاد الجهه. شكرا.